في مشهدين كده عدوا في مؤتمر المناخ مرور الكرام، محدش خد باله منهم قوي، لكن في ناس معينة اللي بتفهم قوي سياسة خدت بالها منه كويس قوي. منهم محمد ناصر الإعلام الإخواني اللي عايش في تركيا، رغم انه ضد السيسي لكن اعترف بقوة السيسي وانه معلم. في الفقرة دي هكون مع السيسي، والله هكون مع السيسي فعلا، لانه حقيقي يعني لا بصراحة مش هزار وما بهزرش، انا مع السيسي حضرات في الفقرة دي. منها اول صورة نانسي بيلوسي المرأة الحديدية رئيسة الكونجرس الامريكي واللي احتمال هيجدد تاني ليها، كانت مأنججة السيسي، وكان باين جدا ان في نوع من التفاهم والود في الصورة في مؤتمر المناخ. نانسي بيلوسي اللي في الكونجرس قطعت خطبة ترامب كده قدامه، حاجة جامدة جدا، ست جامدة جدا، واحتمال كمان يعيدوا لها او يجددوا لها الرئاسة. حلو جدا. الست دي جت مصر في زيارة رسمية في القمة بتاعت المناخ دي وانجزت السيسي من ايده، حد يقدر ينكر؟ والموضوع الثاني لما بايدن جه مؤتمر مناخ شرم الشيخ وقعد مع الرئيس السيسي، رغم ان بايدن في قبل الانتخابات كان بيقول ان هو استحالة يتعامل مع ديكتاتور ترامب المفضل، وانه مفيش شيكات على بياض تاني لمصر او الرئيس السيسي. ورغم كده لما جه مؤتمر المناخ وحضره، مش بس قعد مع السيسي اللي كان مرفوض وحسب مبادئهم ما ينفعش يقعدوا معاه، لا قعد معاه. هنا بقى بايدن لما جه يخش الانتخابات قال بقى لن اتعامل مع ديكتاتور ترامب المفضل، تصريح رسمي على السيسي. مش بس كده، ده قال كمان لم يعد هناك شيكات على بياض. ومش بس اداله شيكات على بياض، لا ده في 500 مليون دولار جايين استثمارات في الطاقة النظيفة، الهيدروجين الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية لمصر. طبعا أي حد بيفهم يقول لك إن يعني دي ضربة معلم، وإن السيسي فعلا تقيل قوي. أنا كواحد ضد السيسي بصراحة أشهد السيسي، ومهم جدا وشريك مهم جدا لأمريكا مهما كان اللي بيتقال، ورغم كل اللي بيحاولوا يهاجموه طبعا من معظم الإخوان، ومهما اتفقنا أو اختلفنا في أوضاع اقتصادية أو غيره، لكن هنقول إن فعلا الرئيس السيسي أثبت جدارة وأهمية لدول العالم، وعمل لمصر مكانة تحترم. وده باعتراف محمد ناصر ألد أعدائه وألد أعداء النظام زي ما انتوا سمعتوا في الفيديو. فعلا حاجة كويسة جدا ونفخر بيها طبعا.